ازيكم يا حلوين؟ ايه الاخبار؟ زي ما انتم شايفين معايا كده، احنا عندنا شتاء، عندنا شتاء يا جماعه، عندنا في اسكندريه شتاء. وانا اصلا كسلانه جدا، بقالي يمكن اسبوع جايبه بطاطا وحطها كده وسايباها، كل ما اروح لها لا اكسل وارجع تاني. فالنهارده كده حسيت ان انا بردانه وعايزه اكل حاجه كده حلوه وتدفينا وفي نفس الوقت تكون سريعه جدا. ماليش مزاج بصراحه اعمل اي حاجه خالص الفتره دي. فقلت يلا يا بت قومي بقى كده ولعي الفرن واشوي البطاطا. هشويها بطريقتين، هعرفكم طريقتين لشوي البطاطا، وفي نفس الوقت كمان هقول لكم ازاي تنضفوا الفرن بتاعكم لو حصل له اي شيء يعني من البطاطا. حيله بصراحه اكتشفتها بالصدفه، والله يا جماعه خدتها بالصدفه من ماما. كانت شويه سمك والفرن بتاعنا كان مش قادره اقول لكم متوسخ جدا، وانتوا عارفين طبعا شوي السمك بيوسخ الفرن قد ايه. فرحت جايه واخده منها الحيله دي، هقول لكم عليها. حيله ما تخطرش على بال اي حد. بصوا بقى، انا في اللحظه دي كنت عايزه اطلع بصراحه اصور الجو. انا بحب الشتاء جدا. فجوزي خوفني وقعد يقول لي يا بنتي الشتاء والبرق ومش عارف ايه، فاول ما يجي برق وش دخلت بسرعه جدا. لا لا، صعب صعب، الحمد لله. انا دلوقتي بقى عايزين نعمله مع بعض البطاطا. بصوا بقى الفرشة دي عشان خاطر البنات اللي هي كانت بتتضايق من غسيل البطاطا، وانا كنت واحدة منكم. انا الاول كان بيعقدني جدا ان انا اغسل بطاطا او بطاطس. بجد الفرشة دي اختراع. هي التلاتة كانوا ب7.5 تقريبا مع بعض. بس هتنفعك في حاجات كتير جدا، زي البطاطا والبطاطس والحاجات اللي هي الناشفة. تنقعي بس البطاطا شوية كده 10 دقايق ولا حاجة، وبعد كده تروحي جاية غسلاها بالفرشة دي. بصوا اصلا من غير نقع هي بتشيل كل حاجة من على البطاطا بسهولة جدا. بتنقعيها بس كده شويه في الميه، وتروحي جايه غسلاها، ما بتاخدش منك اي وقت ولا تعب ولا اي حاجه. خلاص كده احنا خلصنا غسيل البطاطا. شايفين الفرق طبعا باين جدا. انا سبت المقطع بتاع غسيل البطاطا ده عشان في ناس كانت بتتعقد من الغسيل بتاع البطاطا، فقلت اقول لهم على فكرة الفرشة دي، ممكن ما يكونش حد عنده معلومة عنها. دلوقتي بقى هقول لكم طريقتين لشوي البطاطا. انا بصراحة في طريقة اللي هي في الكيس الحراري، اللي هو بتاع الاكياس اللي هي الحرارية دي، بتاع الطبخ، اللي هو بتشوي فيه فراخ دي كرومي الحاجات دي. بتحطي كده البطاطا فيه وتروحي جايه قافلاه، وتروحي جايه فتحه فتحه صغيره كده بالسكينه، وتدخليه الفرن. بس انا بصراحه ما برجحش الحوار ده في البطاطا. انا بحب طعمها كده وهي مشويه. هو الكيس حلو بيسهل عليكي كتير وما بياخدش اي وقت برضو، بس مش بيديكي نفس الطعم المكرمل اللي احنا هنعمله في البطاطا في شويها كده في الفرن. ففي طريقة تانية أنا برجحها، زي ما انتوا شايفين كده. أنا جبت صينية، أي صينية عندك، وروحي جاية جايبة ورق زبدة، ورق كراسات، أي ورق عندك متوفر، وتروحي جايه بلاه وحطاه كده في الصينيه، وتروحي جايه بقى ايه، فاتحه كده البطاطا، عامله فيها ثقوب او مشرحاها كده بالطريقه دي، كام تشريحه كده في كل بطاطايه. ونروح جايين جايبين كمان ورقه زبده وبلينها وحاطينها من فوق. ونروح جايين بقى مدخلينها الفرن. بنشغل الفرن عادي جدا في الاول. لو انتي مثلا حابه تشغلي من فوق ومن تحت اوكي مفيش مشكله. بس انا كنت مشغله من تحت بس، واخدت مني ما كملتش ساعه وكانت البطاطا مستويه وكانت زي الفل. زي ما انتوا شايفين بصوا كانت مستويه خالص ازاي. قلبتها بس مره كده على الجنب التاني وخلاص على كده. الناس بقى اللي هي بتخاف من شوي البطاطا في الفرن، في حيلة كده انا هعملها معاكم كمان دلوقتي، بحيث ان انتي لو مش حابة تعملي فكرة ورق الزبدة دي وحابة تشوي على الصاج بس. بصوا انا كنت شاوية من كام اسبوع كده، فكان في اثار كده في الفرن، فسبتها لحد ما سخن الفرن واصور معاكم الفكرة الهايلة دي بجد. يعني بصوا مش هتخطر على بالك ابدا. بس الاول شايفين البطاطا يا جماعه مكرمله ومنزله العسل بتاعها ومستويه ومخليه ريحه الشقه كلها بطاطا. وبصوا روعه بجد، وكان طعمها حلو قوي. بصوا بقى الفرن زي ما انتم شايفين كده مبهدل اهو. الفكره دي يا جماعه بصوا مش قادره اقول لكم روعه ازاي. انا اكتشفتها بصراحه بالصدفه، من ماما. كانت شاويه سمك في فرن برضو عندها، وبعدين لقيتها بله كيس وبتمسح كده الصاج بتاع الفرن. فبقول لها ايه ده؟ فقالت لي كيس المبلول ده بيشيل اي حاجه في الفرن، يعني لو شاويه سمك، عامله بطاطا، عامله اي حاجه. بصوا بصوا شايل قد ايه.
في ثواني. بس اهم حاجه ان الفرن بتاعك يكون سخن. سخني درجه الحراره بتاعتك تكون عاليه جدا بعد طبعا اي حاجه، وتروحي جايه بله الكيس كده. طبعا انا قلت لها ازاي الكيس مش هيتحرق، قالت لي لا ما هو مبلول. فزي ما انتم شايفين بقى فكره الكيس كده، الكيس اهوت بليته ميه ورحت جايه معذرة، وهو مبلول كده رحت جاية على الصاج بتاع الفرن وقعدت كده ادعك في الصاج بتاعنا. بصوا طلع لي كل البلاوي اللي موجودة في قلب الفرن من غير دعك بقى ومن غير اي حاجة. انت شلتي كل الحاجات اللي مش كويسة. وبعد كده بقى انت لو حابة تروحي جاية غسلاه هيبقى غسيله معاكي بسهولة جدا بأي سفنجة. هيتغسل معاكي وهينضف على طول جدا. بس انا للاسف في صباعي بقى كان اتعور، فما قدرتش ان انا اغسله معاكم. فرحت جايه عامله ايه بمنديل كده، ورحت جايه شايله الرواسب اللي موجوده كده في قلب الفرن. بصوا بقى شال قد ايه. بصوا بقى كل الحاجات اللي كانت موجوده، بقايا بطاطا، عايزه تشوي ذره، عايزه تعملي اي حاجه في الصاج، ما تقلقيش خالص. الفكره دي هتريحك جدا جدا من غير ما تتعبي ومن غير اي حاجه. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. وشايفين بقى البطاطا يا جماعه مستويه جدا ازاي، ما خدتش معايا اي وقت خالص زي ما كنا بقى بنحطها ونستنى كام ساعه لحد ما تستوي معانا ونقعد نقلب كده كل شويه فيها. لا انا قلبت هي مره واحده على الجنب التاني وسبتها يا دوب تقريبا الجنبين خدوا ساعه بالظبط او اقل كمان من ساعه كانت استوت وكانت زي الفل. ورق الزبده طبعا احنا بلينه فبيعمل بخار مع الكتمه بتاعه الفرن فبتسويهولي بسرعه. بصوا الكرمله بقى والعسل واللسعه اللي هي واخداها من تحت دي. قومي بقى اعملي بطاطا وما تشيليش هم خالص الشوي انه بياخد معاكي وقت. انا كتير برضو كنت بعملها في الفرن الكهرباء، بس قلت اعملها معاكم في الفرن الغاز عشان اقول لكم على فكرة الكيس دي. طبعا واللي حابب برضو يعملها في الاكياس اللي هي بتاعه الشوي مفيش مشكلة. هي برضو سهلة جدا وبتسهل عليه كتير جدا اكتر من الطريقة دي كمان. بس بصراحة مش بتدي نفس النتيجة دي. ورقة الزبدة كده بتكرملها ومش بتبهدل معانا خالص. الصينية، انا الصينية هوريها لكم دلوقتي. بصوا يعني ما تعبتنيش خالص، بالعكس في الغسيل انا سبتها في مية شوية. كانت ورقة الزبدة بس هي اللي اتحرقت كده، والصينية هتشوفوها زي الفل. مش ما اتحرقتش برضو معايا للدرجة، لا بصوا يعني يا دوب حاجات على خفيفة. يمكن عملتها بالسفنجة كمان ونضفت معايا وكانت زي الفل. بكده اكون وصلت معاكم لنهاية فيديو النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش الاشتراك واللايك في القناة عشان يوصلكم كل فيديو انا بنزله. واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.